السلام عليكم، اهلا بكم على قناة وصفات نود. اليوم هنحضر طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. بجد من احلى الطواجن اللي ممكن تعملوها. الوصفة دي تحفة وبجد طعمها رهيب. يعني الاولاد عندكم من كتر حلاوتها هيطلبوها كتير. شايفين الجمال؟ حقيقي طعمها حلو جدا، وبجد من اسهل الطواجن اللي ممكن تعملوها. بجد لازم تجربوها. يلا نشوف الفيديو. بس لو اول مرة تشوفوني، انا هند سليم ودي قناتي. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. نقول بسم الله. هجيب طاسة كده على النار، وهضيف عليها معلقة كبيرة من الزبدة وشوية كده من الزيت. هنا بقى هضيف القوانص، انا مقطعها قطع صغيرة وطبعا منضفينها كويس جدا. هعمل لها يعني هشوحها كده هي الاول علشان هي اللي بتاخد سوا. ومعلقة كده صغيرة من الفلفل الاسود، عليها معلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الشطة. عندي بقى بصلاية كبيرة كده فرمتها ناعم، هضيفها بقى على القوانص بالشكل ده، وابتدي اقلب فيها لحد ما اللون بتاعها يعني يدبل شوية. هبتدي بقى اضيف الكبد عندي. طبعا الكبد عندي يعني برضو منضفاها ومقطعاها قطع صغيرة بالشكل ده. حقيقي من احلى الوصفات وبجد سهلة جدا وهتعملوها في ثواني. عندي بقى قرنين فلفل، يعني الوان او اخضر، وبرضو حامي او بارد زي ما تحبوا. فرمتهم برضو ناعم كده وضفتهم على الكبد والقوانص. وهبتدي بقى اظبط الملح بتاعي. طبعا الملح حسب الرغبة، انا ضفت معلقة كبيرة. وابتدي بقى اقلب بالشكل ده لحد ما خلاص بقى المية بتاعتها كده تتشرب، وابتدي احس بقى خلاص ان هي استوت معايا. هرفعها بقى من على النار، واجيب بقى طاسة تانية كده او حلة زي ما تحبوا، ومعلقة كبيرة من السمنة وعليها برضو شوية زيت. اول بقى ما تسخن معانا كده هضيف عليها نص كيلو من اللسان العصفور. هبتدي اقلب فيه كده لحد ما يحمر معايا بالشكل الجميل ده. شايفين؟ هضيف عليه بقى شوربة مغلية او مية زي ما تحبوا. كده حلو قوي. هغطي عليه بقى النار واسيبه بقى لحد ما يتشرب، وهدي عليه بقى النار اول ما يتشرب كده معايا. يعني مش هنسويه قوي برضو، يعني مش هنخليه سوا كامل. تمام بالشكل الحلو ده. اغطي بقى عليها الغطا كده، واسيبها بقى لحد ما المية تتشال منها بالشكل ده. هبتدي بقى اضيف عليها الكبد والقوانص اللي انا سويتهم، واقلبهم بقى كويس جدا. شايفين الجمال؟ يعني الريحة رهيبة. حقيقي الريحة كانت خطيرة، وبجد يعني مش قادرة اقولكوا طعمها حاجة كده فوق الخيال. طعمها حلو جدا جدا جدا، ما يتشبعش منها. جبت بقى الطاجن اللي هضيف فيه بقى الخليط بتاعي كده. انا طبعا هدخلها بقى الفرن. انا ولعت الشواية وولعت من تحت كمان، عشان عندي برضو لسان العصفور ما كانش استوى قوي، فمن البخار كده هيستوي. يعني غطيته كده وخليته يعني 10 دقايق كده بس من تحت. وبعد كده شلت الغطا، وابتدى ياخد الوش التحمير الحلو ده. شايفين الجمال؟ يعني الموضوع ما خدش معايا نص ساعة والاكلة الجميلة دي بقت جاهزة. بجد خطيرة، وحقيقي حقيقي تحفة. طعمها حلو جدا. طبعا مغذية، وبجد الاولاد كده يعني في طبق واحد كده هياكلوا الاكلة الجميلة دي. بجد هتعجبهم جدا. جنبه بقى شوية سلطة كده،
وهتبقى احلى وجبة غدا، وبجد طعمها رهيب. بتمنى بجد تجربوها على طريقتي، هتعجبكم جدا، من احلى الوصفات اللي ممكن تعملوها. وزي ما قلتلكم متنسوليش في اللايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله في وصفات احلى واحلى. كان معاكم هند سليم، اشوفكم على خير، باي باي.